الفرق الإيطالية لفترة كانت أقوى فرق في العالم، والدوري الإيطالي كان المكان للنجوم الكبار، وكل فريق كان مليان بمعنى الكلمة، لدرجة إن فرقة زي بارما كان في فترة عندها بوفون، كانافارو، فيرون وكريسبو. وتخيل إن بكل النجوم دي يخلصوا في المركز الرابع بس، وده يبين لك قد إيه الفرقة ساعتها كانت قوية ومليانة أساطير. أنت متخيل إن من 1985 ولمدة 11 سنة الفرق الإيطالية كسبت نص البطولات الأوروبية لوحدها؟ وأنا هنا مش بتكلم على دوري الأبطال بس، ده اليوروبا ليج كمان. والفترة ما بين 1982 و 1998 13 من أصل 17 بالون دور كانت من نصيب لعيبة في الدوري الإيطالي. ببساطة كده كل ما هو أسطوري كان في إيطاليا. طب إيه اللي حصل في آخر 20 سنة عشان نوصل للوضع الحالي؟ انهيار الدوري الإيطالي يقدر يتلخص في 3 أسباب رئيسية. أولهم الفلوس. إيطاليا في أواخر التسعينات كانت أكتر دوري بيدخل إيرادات، ده غير الفلوس اللي دخلت البلد بعد استضافهم لكأس العالم. بس كل ده اتغير لسببين رئيسيين. أول سبب كان منافسة برشلونة وريال مدريد، وبعد تولي بيريز رئيس للنادي في سنة 2000 وتنفيذه لفكرة الجالاكتيكوس، أسامي كبيرة جدا مشت من إيطاليا زي رونالدو وزيدان وكانافارو، وواحدة بواحدة النجوم ابتدت تروح الدوري الأسباني بدل الإيطالي. والسبب التاني كان تأسيس الدوري الإنجليزي بالنظام الجديد في 1992. وإنجلترا عملت حركة ذكية جدا إيطاليا للأسف ما عملتهاش، وهي إنها حولت الدوري الإنجليزي لدوري عالمي مش محلي. إنجلترا باعت حقوق البث بتاعتها حوالين العالم كله، وده خلى الفرق الإنجليزية سهلة تتشاف على كل التلفزيون وفي جميع أنحاء العالم. وما كانش بعيد تلاقي مشجعين من أفريقيا وآسيا في مدرجات فرق زي يونايتد وليفربول، بعكس الدوري الإيطالي اللي كان مكتفي بالمشجعين المحليين لدرجة كبيرة. الانعزال ده خلى انجلترا في خلال 10 سنين بس تاخد لقب اكتر دوري ربحا من ايطاليا، والفلوس دي خلت القدرة الشرائية لانجلترا عالية جدا، زائد الشعبية والجماهير اللي قدرت تكسبهم خلاهم الدوري اللي كل اللعيبة نفسها تروحه، سواء عشان الفلوس او الشهرة. تاني سبب من الاسباب الرئيسية في انهيار الدوري الايطالي هو فضيحة الكالتشيوبولي، اللي باختصار فضحت مكالمات بين اعضاء كبيرة في النوادي والحكام عشان تظبيط ماتشات ومحاولة اختيار حكام معينين بسابق معرفة انهم هيكونوا في صالحهم. برغم انه يوفنتوس هو اكتر فريق اتأثر بالعقوبات دي، بس هو ما كانش الوحيد اللي في القضية. ميلان، لاتزيو وفيورنتينا كانوا المفروض ينزلوا الدرجة التانية هم كمان، لكن بعد جلسات استئناف كتيرة العقوبة اتخففت عليهم. ميلان اتخصم منه 8 نقط للموسم اللي هم فيه و30 من الموسم اللي قبله. لاتزيو اتشالت من اليوروبا ليج، وفيورنتينا اتشالت من دوري ابطال اوروبا للسنه اللي بعدها. بس بما انه يوفنتوس كان هو العقل المدبر، عقوبتهم كانت قاسيه. مش بس اتعاقبوا بالنزول للدرجه الثانيه، كمان في لقبين دوري اتشالوا منهم واحد راح للانتر. الهبوط ده خلى اسامي كبيره تمشي من الفريق زي تورام، ابراهيموفيتش، كانافارو وفييرا. تأثير الكالشيوبولي ما كانش مقتصر بس على موضوع الفرق والنقط، الجمهور نفسه بدأ يفقد المصداقية في الدوري. فكرة ان فريق صغير محلي انت بتشجعه يخسر قدام فرق كبيرة عشان التحكيم والرشاوي خلى ناس كتير تفقد الشغف في الدوري، وجزء كبير جدا من مشجعين اليوفي حسوا بخيبة امل من فريقهم، لانه مش بس في لقبين اتشالوا منه، لا انت كمان شوهت سمعة الفريق بطريقة اللي لحد دلوقتي الناس لسه بتتكلم عليها وبتعايرهم بيها. واللي خلى الموضوع يتفتح تاني قريب هو ان في 2023 يوفنتوس اتخصم منها 10 نقط تاني، بس المرة دي عشان التلاعب في خسائر اللعيبة ومحاولة تحقيق ربح اكبر من ورا اتحاد الكرة الايطالي. تالت واخر سبب هي الملاعب نفسها. بعكس باقي الدوريات معظم الفرق الإيطالية مش بتمتلك الاستاد الخاص بيها. من الدوري كله مفيش غير 4 فرق بس مالكين الاستاد بتاعهم، باقي الفرق بيكون الاستاد ملك للمجلس بتاع المدينة نفسها، والفرق حرفيا بتأجرهم للماتشات، وده بيعمل مشاكل كتير. من أكبرهم هو عدم التجديد. معظم ملاعب إيطاليا ما اتجددتش من 1990 ساعة كأس العالم، وده عشان الحكومة الإيطالية هدفها الأساسي هو الربح مش التطوير. وأي إجراء نادي بيعوز يعمله في الاستاد زي التوسيع أو تحسين الخدمات بيحتاج ورق كتير وطلبات للحكومة غالبا ما بيتفقش عليها، بعكس الفرق في الدوريات التانية اللي تقدر باستمرار يحسنوا ويطوروا الاستاد للجماهير. الظروف دي خلت عدد الجماهير اللي بتحضر الماتشات قليل مقارنة ببلاد زي انجلترا وألمانيا. عدم التطوير وتحسين الملاعب مع الفضايح وقلة الجماهير والإيرادات، وكل ده وسط ارتفاع شعبية الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، كان كافي إن الدوري الإيطالي يقع وما يبقاش بنفس القوة والجمال اللي عرفناه عليه من زمان. المستقبل مخبي إيه للدوري الإيطالي هيعتمد على حاجات كتير، بس في آخر سنتين الدوري ابتدى ياخد خطوات كويسة في تحسين الظروف. كذا نادي ابتدى يعمل خطط عشان يشتروا ملاعب خاصة بيهم، وفي فلوس دخلت لأندية زي الإنتر وإي سي ميلان من الملاك الجداد، وبالفعل شفنا الفرق ابتدت تفوق شوية. في دوري الأبطال 2023 كان في 3 فرق إيطالية في ربع نهائي، ونابولي ترجع تاني تنافس وتكسب الدوري. الوقت دلوقتي هو أحسن وقت لإعادة إحياء الكالتشيو. الجماهير نفسها في حاجة جديدة، غير إن السيتي يكسب الدوري الإنجليزي ومدريد يكسب الأبطال وأرسنال يعشمنا ويخسر الدوري في آخر الموسم. الكرة محتاجة تغيير شوية، ونشوف الفرق اللي كانت مسيطرة زمان ترجع تاني،
والأجيال الصغيرة اللي مش شافتش الفرقة دي في عزها تقدر تشوفهم تاني دلوقتي ويعرفوا أكتر عن تاريخهم القديم، ومش بعيد نلاقي الدوري الإيطالي يرجع تاني لما كان عليه في يوم من الأيام. لو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب عشان تشوف زي كل أسبوع، وممكن تشوف الفيديوهات القديمة من هنا، واكتب لي في الكومنتات مين لعبك المفضل من الدوري الإيطالي، ولو شايف ان الدوري هيرجع تاني زي زمان ولا لسه بدري لحاجة زي كده. أشوفكم الأسبوع الجاي.